بعرف انك شفت فيديوهات كتير بيحكوا عن ترك الإباحية، بس هذا الفيديو بوعدك انه رح يكون غير، لان بهذا الفيديو بدي اخليك تعرف شيء اسمه إباحية. اول شيء بدي احكي لك قصة لواحد وقع بهاي الشغلة وكيف حلها. ثاني شيء رح اقلك على اسباب رح تخليك تعرف الإباحية. ثالث شيء رح اقلك على تجربة علمية بتثبت كيف انه منتجين هاي الافلام تستغل نقطة ضعفك، وفي حال هدول كلهم ما نفعوك فرابع شيء والاهم رح اقلك كيف تتركها. السلام عليكم، انا اوستار، وبهاي القناة بحكي لك حلول لمشاكل بتصير معنا، سواء كانت هاي المشاكل نفسية او مالية. فاذا كان بدك تصير احسن فحط لايك واشترك بالقناة. بطلنا اليوم شاب اسمه أليكس عمره 22 سنة ومصمم جرافيكس شاطر وعنده حبيبة بتحبه اسمها كلوي. بحياته العادية وللناس اللي حواليه أليكس ببين إنسان طبيعي وناجح وعايش عيشته بالطول والعرض، بس من وراء الكواليس أليكس كان عايش حياة تانية بالسر، حياة عم تسرق روحه وطاقته ورجولته. بالبداية الموضوع كان مجرد تسلاي وتخفيف ضغط، يعني بعد يوم شغله طويل ومعجوب كان يقول يا زلمة كله شغل شغل شغل، خلينا نفتح لنا شي فيلم ننبسط شوي. وهاي المشكلة انه بلش بالموضوع وكان الموضوع بالنسبة له كتير بسيط، ما كان عارفان وين رح يوصل. كبسة زر بالليل وبتفتح قدامه بوابة لعالم كبير، كمية غير محدودة من الأفلام. بس المخ البشري متبرمج من آلاف السنين ليفرح ويفرز هرمون الدوبامين لما يلاقي أكل أو شريك حياة. فتخيلوا هالمخ البدائي والبسيط فجأة انصدم بكمية هائلة من شركاء الجدد اللي عم يتبدلوا كل ثانية. بنت ما عجبتك؟ ايزي ليفل الفيديو اللي بعده. ممكن تفكر انه هذا الشيء بسيط، بس هذا الشيء جدا خطير، وبآخر الفيديو رح اوضح لك ليش. أليكس وقع بفخ اسمه تأثير كوليدج، وهذا التأثير جدا مهم بالفيديو واليوم رح نشرحه. بس هلا خلينا بالقصة. صار يفتح 20 او 30 فيلم بقعدة وحدة. ليش يوصل ل 20 او 30 فيديو؟ لسبب انه عم بدور على شيء منحرف اكتر. صار يستمتع بالتدوير اكتر من المشاهدة، والدوبامين عم ينفرز مثل الشلال. مع الوقت أليكس بلش يتغير من جوا لبرا، راسه تعب من كتر حرق الدوبامين، عيونه صاروا يحرقوه، وشه صار احمر، ومستقبلات الدوبامين عنده تجمدت لدرجة انه الاشياء البسيطة والحلوة بالحياة بطلت تفرحه ابدا. قعدة رايقة مع حبيبته كلوي ما كانت تبسطه، صارت مملة وباردة. بلش يعاني من شيء اسمه ضبابية الدماغ، غباش مو طبيعي، تركيزه بالشغل نزل للأرض، أفكاره مشوشة، وصار ينسى تفاصيل مهمة بحياته. دائما الأشياء اللي شافها باليوم اللي قبله تنعاد قدام عينه وهو بالشغل أو هو عم بتعامل مع الناس. بس المشكلة الأكبر والرعب الحقيقي لما بلشت الجرعة القديمة بطلت تكفي. أليكس صار ينجذب لمشاهد وتصنيفات غريبة وأعنف وأكثر جرأة. كانوا فيديوهات بقمة القرف والانحراف، بس المخ المدمن ما بيعرف لا أخلاق ولا مبادئ ولا حب، بيعرف بس شغلة وحدة: بدي أكتر، بدي شيء أقوى ليحركني. والقشة اللي قسمت ظهر البعير كانت بيوم ميلاد كلوي. احتفلوا والجو كان رومانسي لأبعد حد، بس لما فاتوا على الغرفة وقربوا من بعض ينعن أخت الموقف، ينعن أخت الموقف. اسفل لك كتبت. كلوي طلعت بأليكس، قالت له يلا. أليكس طلع قال له يلا، فرد عليه قال له يا ابن الحرام عم بتشقني شق كل يوم، هلا جاي تقول لي يلا؟ أليكس اكتشف الكارثة، جسمه ما كان عم بيستجيب أبدا، تفكيره كان بمكان تاني، سلاحه متبرمج على الشاشات والإضاءة. على الشاشات والإضاءة يعني ممكن يجيبوا على لمبة؟ لا هاد تشبيه بس المقصود انه سلاحه تبرمج على شاشات، ما تبرمج على انه يشوف مشاهد طبيعية. مشاهد طبيعية يعني شجر وبحر وجبل وهيك شغلة. كلوي طلعت فيه وهي مكسورة ومصدومة، فكرت انه العيب فيها وانه أليكس بطل يحبها او يشتهيها. طلعت من الغرفة وهي عم تبكي، وهداك اليوم كان أسوأ يوم على أليكس. صار يقول معقول انا مو زلمة؟ طيب كيف بدي اكمل حياتي هيك؟ وبعد تفكير طويل عرف انه عدوه الوحيد بهاي الحياة هو الإباحية. بلشت المعركة الحقيقية، معركة إعادة الضبط. أول كم أسبوع كانوا جحيم، راسه كان عم بصيح يلا قوم يلا قوم افتح جوجل. طيب تمام، ما بدك تفتح جوجل، قوم افتح انستا وفوت على الاكسبلور، هونيك ما في شي. وكلنا بنعرف إذا سوى هيك وين رح ينتهي معه الموضوع. مر شهر واثنين والخطة كانت ماشية 10/10. كان فيها انتكاستين 3 بس كانت بدون أفلام على الأقل، وطبعا كان هذا إنجاز جدا كبير بالنسبة لأليكس. والأهم من هاد
كله رجع لكلوي. كلوي كانت بدها اياه وما بدها اياه. يعني شوفوا، هي بدها اياه بس انه يعني هي ما بدها اياه، بس دائما هيك بصير معي لما بدي اشرح مشاعر البنات. وبعد ما حكى معاها وراضاها عرض عليها الزواج وقبلت وعاشوا احلى ايام سوا. وهلا بدنا نفوت على القسم الثاني من الفيديو اللي هو اضرار الاباحية. 1. الجهاز العصبي. من أبشع الأضرار اللي بتسببها الأفلام الإباحية أو أي عادة سيئة هي أنه جهازك العصبي بتغير وبتبرمج على الشيء الخطأ اللي أنت مأدمن عليه. يعني أنت قبل ما تتابع هاي الأفلام جهازك العصبي بيكون متبرمج على الفطرة السليمة، لكن لما بتصير تتفرج جهازك العصبي بصيبه تشوه وبصير يتعود أنه ما في شيء بيصير شهوتك إلا الأفلام الإباحية. يعني لنفترض أنه جهازك العصبي هيك كان شكله، فبعد ما تتابع رح يصير هيك شكله، ولما بدك تترك هذا الشكل بده يضل يقاوم بس من شان انه يضل. وراح اقلك شلون هو بيقاوم، لانه اذا فهمت طريقته راح تعرف شلون تقاومه. بكل بساطة راح يقلك افتح خليني اتفرج يلا على السريع سكر هالفيديو. هون في خيارين، اما انك تفتح وتعزز جهازك العصبي المتشوه، او انك تطنشه وتكمل بارادتك القوية وترجع جهازك العصبي لحالته الطبيعية القديمة. هاي المعلومة المفروض تكون كافية انك تترك، او يا اخي تذكرها كل مرة بدك تقاوم. الأعراض والآثار الجانبية. لما تتفرج على الأفلام الإباحية وتكون مفكر أنه الموضوع بنتهي لما تطفي التليفون، فأنت كتير غلطان، لأن كتير شباب أصحاء صاروا يعانوا من ضعف جنسي مع شركائهم بالواقع، والسبب مو عضوي. السبب أنه مخهم تبرمج أنه ما ينثار إلا على الشاشات والمشاهد المتطرفة، لأن مستقبلات الدوبامين بيصيروا متعودين أنه لما يشوفوا أفلام إباحية يفرزوا دوبامين، أما لما يشوفوا جسم حقيقي من لحم ودم ما رح يكون مثير بالنسبة له. وهذا بيعني أنه أنت اليوم يا بتقرر نجاح زواجك بالمستقبل يا بتقرر فشله. فهل هاي الأفلام الوسخة مستاهلة أنه تخرب حياة شاب مثلك؟ وهل البنت اللي أنت بدك تتجوزها سواء كنت بتعرفها أو ما بتعرفها حاليا تستاهل أنه تنظلم بس لأنه أنت هلأ بدك تستمتع بأوسخ وأرخص أنواع المتعة؟ غير أنه حرام طبعا. وهلأ بنجي على تأثير كوليج اللي حكيت لكم عنه بأول الفيديو. العلماء جابوا فار ذكر وحطوه بقفص مسكر مع أنثى جاهزة للتزاوج. بالبداية الفار الذكر بيكون بقمة نشاطه ومستويات الدوبامين واصلة للسقف، وبصير تزاوج لعدة مرات. بعد فترة الفار الذكر بيتعب، بيفقد الاهتمام بالأنثى بشكل كلي، وبروح بيتشطح بزاوية القفص. حتى لو الأنثى حاولت تقرب منه وتلفت انتباهه بيطنشها وما بيعطيها وجه. هون أي حدا بيشوف المنظر بيستنتج استنتاج واحد: الفار تعب جسديا واستنزف طاقته وما عاد فيه حيل. هون العلماء عملوا حركة اللي غيرت مفاهيم علم الأعصاب، شالوا الأنثى الأولى من القفص وحطوا أنثى جديدة، والنتيجة كانت الفار اللي قبل شوي كان منتهي وتعبان وما بيقدر يتحرك نط وكأنه شاف جورجينا، رجعت له طاقته 100% ورجع صار يتزاوج معاها. العلماء كرروا هالحركة كل ما يتعب الفار ويفقد الاهتمام بالأنثى. طبعا بعرف انك عم تقول يا ريتني محله، بس اصبر شوي. الفار ضل يستجيب لأي شيء جديد يعطوه اياه لحد ما وصل لمرحلة من الانهيار الجسدي، لدرجة انه الفئران بهيك تجربة ممكن تموت من الارهاق الفعلي. طيب ايش هو التفسير العلمي اللي خلى هاي الحالة تصير؟ التجربة اثبتت انه الارهاق الاول ما كان ارهاق جسدي بل كان ارهاق عصبي. يعني انت لسه بكون فيك طاقة لكن جهازك العصبي بيوهمك انه انت ما فيك طاقة. والمخ البشري مبرمج ليفرز دوبامين كاستجابة لأي شيء جديد. لما الفار تعود على الأنثى الأولى مخه وقف إفراز دوبامين ليوفر طاقة ويقول خلص اشبعني. بس لما شاف أنثى جديدة مخه انخدع وعطاه جرعة دوبامين ضخمة من أول وجديد. بالضبط هذا اللي بصير على الإنترنت، المخ بيتعب وبمل من الفيديو، بيقوم الشخص بيفتح فيديو جديد كأنه فتح، لا مو هيك، بيقوم الشخص بيفتح فيديو جديد كأنه أنثى جديدة. بيقوم المخ بفرز دوبامين مرة تانية ومرة ورا مرة ومرة ورا مرة لحد ما تتدمر مستقبلات الدوبامين بمخك على الأخير. وبهاي الحالة بيصير الإباحية هو الشيء الطبيعي عندك والعلاقة الحقيقية شيء شاذ. بعرف فيها السؤال عم يخطر على بالك وراح أجاوبك عليه: هل تأثير كوليج بيمشي على الأنثى كمان؟ لا. العلماء سووا نفس التجربة، حطوا أنثى بدل ما يحطوا ذكر وجابوا له أول ذكر وكان الموضوع تمام، لكن لما جابوا الذكر الثاني كانت ما بتستجيب
تستجيب له، وأوقات كمان كانت تتقاتل معه. ليش؟ لأنه الجينات هدفها الوحيد إنها تضل عايشة. فبالنسبة للذكر كل ما تزاوج أكتر كل ما تكاثر أكتر. أما بالنسبة للأنثى التكاثر بيعني حمل، بيعني ولادة، بيعني إرضاء، بيعني تعب كتير. منشان هيك ما بتدور على العدد، لا بتدور على الجودة، لأن بدها تنقل جيناتها خلال ذكر بيستاهل إنه ياخد جيناتها. فنصيحتي إلك كون رجل عنده قيمة منشان يكون عن جد في ألف بنت بتتمناك مثل ما بتقلك الست الوالدة. وبعد ما حكينا قصة أليكس وتعلمنا منه ورجعنا حكينا عن أضرار الإباحية وعطيتك أسباب مقنعة إنك تترك، هلأ أجي وقت الحل. شوف أنا متأكد قبل ما تشوف الفيديو تبعي أنت شفت فيديوهات كتير لناس غيري وكلهم قالوا لك لا تترك وقت فراغ، بعد عن المحلات اللي بتساعدك إنك تسويها. لما يخطر على بالك إنك تتفرج قوم ارقد، قوم امشي، قوم اطلع من البيت. 90% إنك سمعت هذا الكلام، وأنا ما راح أقول لك إنه هذا الكلام غلط، لا هذا الكلام صح وكتير صح، بس أنا ما بعرف إيش أضيف لك فوق هذا الكلام، فحبيت إني أضيف لك الأضرار وأفهمك إياها بهالشكل منشان يكون عندك أسباب زيادة إنك تترك الإباحية. فأنا الشيء الوحيد اللي راح أقول لك إياه ولازم إنه يغيرك هو إنك تكون قوي. كون قوي، صدقني أنت عندك الخطوات وعندك كل شيء، بس بدك قناعة، تقوي قناعتك إنه بتقدر. إذا بتحط براسك إنك قوي فرح تكون قوي وتتغلب على هدول الأفلام. إذا كل مرة بدك تضعف تتفرج فإمت راح تكون آخر مرة. وحتى لو انتكست بشي يوم فما في مشكلة، عادي، الحياة ما راح تنتهي. حتى ممكن ما يكون في آخر مرة، ممكن تصير تتفرج بالشهر مرة، بس أقل شيء تحسن بالنسبة لناس كتير غيرك أو بالنسبة لك من قبل. أنت عندك الخطة، أنت عندك الطريقة، بس أنت الشيء الوحيد اللي ما عندك إياه هي القوة. صدقني إذا بتحط القوة براسك وبتتذكر هذا الكلام بوقت ضعفك فهذا أحسن حل رح يكون بالنسبة لك. إذا ما بدك جهازك العصبي يخرب، إذا بدك بس تتجوز تنبسط، إذا بدك تكون زنجيل، إذا بدك توصل لأهدافك، إذا بدك تشتري السيارة اللي بتحلم فيها، فأول شي لازم إنك تكون قوي. بس صدقني إذا بتحط هدف براسك وإنك بدك توصل له فرح تصير تقرف من حالك لما تتفرج على هدول الشغلات. وحط براسك كل مرة لما تتفرج اقراف منهم. لما أنت بتقرف منهم بالبداية بعدين رح تصير تقرف منهم لا إراديا، ولما بتقرف منهم رح تقرف إنك تشوفهم صدقني. وإذا بدكم أسوي فيديو عن طرق عملية لشيء إنك تترك هاي الأفلام فاكتبوا لي بالتعليقات وحطوا لايك واشتركوا بالقناة منشان أعرف من التفاعل إنه بدكم هيك فيديوهات. وأهم شيء يكون قوي. وسلام.